محل ما يعجبك مسكنك داخل الروح. يا راعي بالجبل صويتك ممشوق القوى حبيبي هجرني مظلوم معك ظالم كاني بحبك قد كان طبعك أنا وليش غيرته. أنغام يماني. هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الفني والغنائي أنغام يمنية، وما زلنا أحبتنا المستمعين الكرام نرحل في السيرة الفنية للفنان الراحل محمد سعد عبد الله، وبرفقتنا ضيف الحلقات الباحث والكاتب في الشأن الثقافي اليمني الأستاذ عبد الحفيظ العمري. أرحب بك مرة أخرى أستاذ عبد الحفيظ إلى هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك وبالأخوة المستمعين جميعا. محمد سعد الله هو مدرسة جميلة، يكاد يقدم العاطفية برونقه بنمطه الخاص به. نعم، والعاطفة ربما لا تنحصر في إطار حب الحبيب لحبيبته، يعني طبعا العاطفة شاملة من كافة النواحي. يعني طبعا كلمة العاطفة الناس يفهموها فهم خاطئ ربما بسبب المسلسلات العاطفة هي الحب بشكله العام، نعم، وليس مقصود حب الرجل والمرأة. يعني الأغنية التي قد ربما تسمعها على لسان الحبيب لحبيبته ممكن أن تسمع على لسان الابن لوالدته مثلا، يعني أو لوالده أو لأبنائه وما إلى ذلك يعني. طبعا. فأقصد كلمة الحب أو لفظة الحب لفظة عامة، نعم، وليست محصورة كما تقدمها المسلسلات والروايات أنها مرتبطة علاقة الرجل بالمرأة. الرجل والمرأة. نعم. من الأغاني العاطفية الجميلة التي ارتبطت بمحمد سعد عبد الله هي أغنية طبعا من الأغاني يعني الجميلة، أغنية ليست من كلماته هو، إنما من كلمات أحمد غالب الجابري. الجابري قد التقينا معه مرة في نعم. فنان سابق. هي أغنية جوال، طبعا هي جوال هنا غير جوال أيوب طارش أخرى يعني. نعم، وهي ليست أيضا الجوال والهاتف الخلوي طبعا أيوة حتى لا يساء الفهم يعني. نعم نعم، جوال بمعنى رحال يعني. رحال، نعم، جوال يعني هذا المعنى. قلبي مع الشوق في درب الهوى قوال، وانا مع الشوق في درب الهوى قوال. قلبي مع الشوق في درب الهوى قوال، وانا مع الشوق في درب الهوى قوال. بمشي لاخر مدى عمري وانا قوال، بمشي لاخر مدى عمري وانا قوال. ما همني الشوق يدميني ولا النار، ما همني الشوق يدميني ولا النار. جوال فكمل المشوار. من الأغاني الجميلة التي قدمها أغنية بنور جمالك، وهي من ألحانه يحاول يعني لاحظ العبارة نور جمالك، يعني مجرد العنوان فقط يدل على ما يقصد فيه الشاعر من أغاني. بنور جمالك يا حلو الغزل، بنور جمالك يا حلو الغزل، وحلو
وابتسامك تحلو القبل بسحر دلالك يحلو الهوى وعذب حديثك يحلو الجدل فأنت حياتي وكل المنى فأنت حياتي وكل المنى وأنت نعيمي وكل الأمل فأنت نعيمي وكل الأمل. نلاحظ حاجة مهمة عند الفنانين أن الأغنية العاطفية تستحوذ منهم الكثير، ربما ارتباط الفن بالعاطفة. العاطفة بشكلها العام ولا يمكن أن ننكر هذا الأمر حقيقة يعني. طبعا الفن مرتبط بالعاطفة بشكل كبير جدا يعني. الفنون هي عبارة عن تعبير عن العاطفة، الفنون عامة يعني صحيح. سواء فن الغناء أو فن الرسم أو فن الشعر أو أي نوع من المكنونات الموجودة داخل الشخص نفسه يعني. نعم. فما يعني لن يكون هذا أمر غريب يعني. الملاحظة أستاذ عبد الحفيظ أن معظم الأغاني العاطفية كتبها بنفسه ولحنها يعني، اعتماد ذاتي على نفسه بشكل كبير جدا يعني. لكنه تعاون مع بعض بعض أصحاب الكلمات الآخرين أكيد. لكن الأغلب يعني الأغلب نعم. الأغلب له. ربما نلاحظ يعني لدينا الفنانين اليمنيين لديهم صفة رائعة أن بعضهم يصل إلى مرحلة يكتب لنفسه. صحيح. يستغني عن الشعراء الآخرين ويعتمد على نفسه على نفسه. أبو بكر فترة من الفترات صار يكتب لوحده. صحيح. بدون المحضار. واستمعنا إلى كثير من الأغاني. السما كتب أغاني كثيرة غناها الآخرون. فنان الآنسي أيضا. الآنسي عدد كلمات. نعم عدد محدود لكن أيضا كان له تجربة يعني. نعم. ولدينا فنان اليوم هو محمد سعد الله كتب أغاني كثيرة يعني. فهذه من الصفات الجميلة للفنانين اليمنيين أنهم صاروا مؤسسة متكاملة، يغني ويلحن ويكتب الكلمات. وربما ما فاجأنا في هذا البرنامج أستاذ عبد الحفيظ أننا عرفنا هذه الميزة أو هذه النقطة أن هناك فنانين كنا نرى أو نستمع إليهم كمغنين ولا نعرف أنهم كانوا هم أيضا أصحاب الكلمات. أيوة. هذه طبعا هذه من البحث التي نبحث عنهم. نعم. ومع رغم شحة المراجع اليمنية التي تتحدث عن الأغاني اليمنية. نعم. للأسف الشديد. طيب أستاذ عبد الحفيظ، في ظل هذه السيرة الفنية الزاخرة للفنان الراحل محمد سعد عبد الله، لابد أن نعرج إلى تعامله مع الألوان الغنائية الأخرى يعني. هل غنى ألوان أخرى غير اللون العدني؟ محمد سعد عبد الله كما تذكر سيرته أنه ذهب إلى حضرموت قبل الخمسينات. نعم. وعاش فيها فترة زمنية لا ندري كم. ولا ندري ما سبب ذهابه يعني. كما تذكر الموسوعة الويكيبيديا أنه ذهب هل يستزيد من الألحان هل يستزيد من الأغاني. المهم ذهب. نعم. وسكن في حضرموت فترة زمنية وتأثر بالبيئة الحضرمية والأغاني الحضرمية وقدم عدد من الأغاني التي ارتبطت في تلك الفترة. يعني قدم غنى أم كتب أيضا قصائد؟ لا غنى للآخرين. هو لم يكتب. نعم. غنى للآخرين. لديهم من الأغاني الجميلة التي أغنية ما با بديل. لاحظ ما با هذه اللهجة الحضرمية. صحيح. ليس يعني ما أريد. هاجري حبك على رغم الحسود ما با بديل. هاجري حبك على رغم الحسود ما با بديل. خاف يرحمني ودمعي في الخدود منا يسيل. هلا والنبي يا ناس أنا ما با بديل. هلا والنبي يا ناس أنا ما با بديل. ما با بديل. هذه من الأغاني القديمة التي له. هذه الأغنية كانت نقطة يعني نقطة تحول له بحيث نقدم نمط غير النمط اللحجي والنمط العدني. نعم. فهاي كانت هذه واحدة من الأغاني. لدينا أغنية اللي هي سموها توشيح لكنها أغنية يعني. نعم. سبوح يا قدوس. هذه عندما تسمعها أولا الأغنية من كلمات آخرين تمام. وهي طبعا سماها توشيح لأنها بدايتها سبوح يا قدوس إلى الله سبحانه وتعالى. لحنها يقارب لحن أغنية الحروف لأبو نصار. ألف أنا آلف بحب الزين. قدمها بالنمط الحضرمي أنه ألفها يعني شعر. سبوح يا قدوس يا ذي قط ما مثلك أحد. يا رافع السبع السماوات أنت قرب ما بعد. سبوح يا قدوس
يا ذي قط ما مثلك أحد يا رافع السبع السماوات حد تقرب ما بان والحق بيت الله يا رب أسألك يا صمد ونزور قبر المصطفى دين السما ليلا صعد. توشيح سبوح يا قدوس الذي قدمه في حضرموت يسمى توشيح لأنه كلمات اللي فيه يعني عبارة عن الواجهة كأنه توشيح توشيح مثلها مثل أغنية عن ساكن صنعاء أو ربب السبع المثاني. ربب السبع المثاني صحيح. البدايات عبارة عن ابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن ما تعودنا عليه أن التوشيح يكون بدون موسيقى. هذا ما تعودنا عليه. يعني التوشيح يكون في الموشحات موشحات الغناء الصنعاني يكون بدون الألحان. يعني بباب التحفظ القليل إنه لا أنت تحاور مع الله سبحانه وتعالى بدون ألحان. فسمي توشيحا بباب الكلمات. لدينا لو المدرسة الحضرمية مناسبة، المدرسة الحضرمية هي أشهر من قدم التوشيح إلى جانب المدرسة الصنعاني. المدرسة الحضرمية لو سمعنا الرشفات أبو بكر سالم هي 9 رشفات هي كلها توشيحات. بنقرأ على الباب يا رب يا عالم الحال إلى غيرها اللي كتبها الحداد وغيرهم. فكان نمطا جميلا أن يختار محمد سعد عبد الله هذا التوشيح لتقديمه من المدرسة الحضرمية. وردت بعد ذلك أغاني مثل أغنية التي سجلها في الكويت قديمة. يعني ذيك المناظر هذه من الأغاني القديمة التي سجلها في تلفزيون الكويت. الغريب أنه سجلها في تلفزيون الكويت ثم سجلت في تلفزيون عدن لأن هذا الكلام قبل 54. يعني عندما عاد من حضرموت كانت افتتحت تلك الفترة إذاعة عدن في عام 1954 وبدأ يسجل في الإذاعة. يا لذيك المناظر منظر الغيد اللي يرتاح له كل خاطر روح العاشق الشاعر رقيق المشاعر يفرح الزين قلبي لا نظرته إلى الزين عانك الله العاشق على يا لذيك المناظر منظر الغيد اللي يرتاح له كل خاطر روح العاشق الشاعر رقيق المشاعر يفرح الزين قلبي لا نظرت إلى الزين حالك الله العاشق على قلب ويا لذيك المناظر منظر الغيد اللي يرتاح له كل خاطر روح العاشق الشاعر رقيق المشاعر يفرح الزين قلبي لا نظرت إلى الزين حالك الله هذا النمط الذي قدمه. طيب هل نقول مثلا النمط الحضرمي يختلف عن النمط اللحجي النمط العدني؟ نعم، لكل بيئة جغرافية نمطها الخاص التي يلتصق بها، والفنان الكبير هو الذي يأخذ من هنا وهناك. لو ذهبنا إلى أغنية أخرى له غير النمط الحضرمي إلى التراثيات، التراث الصنعاني أو التراث اليمني بشكل عام، لا يمكن للفنان اليمني أن لا يمر على التراثيات. لدي مثلا أغنية من التراثيات الجميلة التي قدمها أغنية يقرب الله لنا بالسلامة، وهي تراث صنعاني واضح جدا من نمط إلقائها. هذه الأغنية عندما تسمعها وتغنى بها عدد من الفنانين الآخرون. يقرب الله لي بالعافية والسلام. بالعافية والسلام. يقرب الله لنا بالعافية والسلام. يقرب الله لنا بالعافية والسلام. يقرب الله لي بالعافية والسلام وصل الحبيب الأمان ذاك الحبيب الذي حاز الحلاوة والسلام وكل معنى حسن، ونسأل الله تعالى عودنا من تهامة لسفح صنع اليمن، لأني صنعاء قضاها الله
بفيض الغمامة منزل حوات كل فن بل بالي بلا من الأغاني التراثية اللي قدمها محمد سعد عبد الله أغنية هوى الغنج. أعتقد كلمة الغنج هذه هي كلمة تراثية عندنا في اللهجة اليمنية القديمة الدلع يعني. لكن من يتداولها أغلبهم في التراث الصنعاني، ولدينا قصائد أخرى عن هذا النمط يعني. نذكر صنعاء حوت كل فن، كلمة حوت وكذا. حوى الغنج والتفتير والسحر حوامه وحاز الهوى والعشق والشوق مرامه رشاج اللي أنشى جماله وتمامه أقيصه ببادر تم والحزن نظامه يا ليلى كان. هذه الأغاني قدمها طبعا وغيرها، نحن قدمنا لها نماذج يعني، وليست أكيد. وليس الكل، ليس الهدف من هذا الحصر انما قدر التمييز. لدينا ايضا من التراث اللحجي سلام مني عليكم يا حبايب، وهي من تراث القمندان على لحن والفاظ القمندان، حتى لا نقول تراث مقصور في صنعاء فقط، التراث موجود في اليمن عامة سواء تراث صنعاني أو لحجي أو يعني تنقل في عدد من الألوان الغنائية، لم يقف عند لون واحد. لم يقف طبعا. طبعا هذا هو ميزة كل فنان كبير. نعم. ليس طبعا محمد سعد عبد الله فقط، إنما الفنانين الآخرين صحيح. سلام مني عليكم يا حبايب، ألا يا حبايب يوم الهنا بعتقونا للحسيني، ألا يا حمام الحب. سلام مني عليكم يا حبايب، ألا يا حبايب يوم الهنا بعتقونا للحسيني، ألا يا حمام الحب. تأثر به فنانون كثر في الداخل والخارج. نعم. التأثر ممكن نقسمه إلى جزئين. تأثر ممن أعاد أغانيه، لعل الأغنية المشهورة التي احنا أجلناها إلى هنا هي أغنية كلمة ولو جبر خاطر. نعم. هذه من كلماته ومن ألحانه. لا سلام من بعيد، لا سلام بعيد ولا رسالة سافر باتساع البريد. كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد، كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يا هاجر هي اتساع البريد، هي اتساع البريد. كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد، كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد، ولا رسالة يا هاجر هي اتساع البريد، هي اتساع البريد. هذه الأغنية انتشرت خارجيا واشتهرت بشكل كبير طبعا، وهي من ميزات أو من بصمات المميزة لمحمد سعد عبد الله. نعم. من اشتهارها وخروجها على النمط الجغرافي اليمني أن غناها فنانون من الخليج، لعل أشهرهم فنان السعودي عتاب وعباد الجوهر وأيضا الرويشد. كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد، ولا رسالة هاجر بيد ساع البريد. كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد، ولا رسالة هاجر بيد ساع البريد، بيد ساع البريد. هذه الأغنية من كلمات محمد سعد عبد الله، ألحانه طبعا هو أول من غناها طبيعي يعني، وهي من الميزات التي انطبعت للرجل. هذه طبعا ظاهرة موجودة في الأغاني، أن هناك تعاد بعض الأغاني، طبعا ليس أي أغنية تعاد، هنا النقطة، إنما الأغاني المميزة، الأغاني المميزة لأي فنان كان. نعم. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن ذلك. نعم. ربما خروجه إلى دول الخليج وخاصة
كما استمعنا في بداية الحلقة إلى الكويت مثلا وقام بتسجيل إحدى الأغاني. نعم اتفقنا. كان الخروج هذا كان موفقا ولعب دور أيضا في انتشاره يعني. طبعا يعني الفنان عندما يقدم في أكثر من منطقة جغرافية أخرى يؤدي أن الناس يعرفوه يعني يتعرفوا على فنه يتعرفوا على أدائه. هذا الكلام طبعا قبل ظهور اليوتيوب قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. في ذاك الزمان كان النمط محصور في الراديو في الإذاعة فكان قليل يعني. ومن الأغاني التي غناها آخرون أغاني أغنية أنت ساكن. انت ساكن وسط قلبي يا حبيبي من زمان، دعتني ضيعت حبي، دعتني ضيعت حبي، ضعت عطفي والحنان، حبنا مسرع نسيته وانت اول من هويته، حبنا مسرع نسيته وانت اول من هويته، هكذا سلك يا حبيبي من زمان، انت ساكن. هذه الأغنية من كلماته والحانه وغناها هو أول من غناها. كلمة جميلة يقول فيها أنت ساكن وسط قلبي يا حبيبي من زمان، بعتني وضيعت حبي، بعت عطفي والحنان، حبنا مسرع نسيته وانت أول من هويته، هكذا تنسى اللي كان يا حبيبي من زمان. نعم. هذه الأغنية غنتها الفنانة هيام يونس. انت ساكن وسط قلبي، انت ساكن وسط قلبي يا حبيبي من زمان، انت ساكن وسط قلبي، انت ساكن وسط قلبي يا حبيبي من زمان، بعتني ضيعت حبي، بعتني ضيعت حبي، بعت عطفي والحنان، حبنا مسرع نسيته وانت اول من هويته، حبنا مسرع نسيته وانت اول من هويته، هكذا تنسى اللي كان، هكذا تنسى اللي كان يا حبيبي من زمان، يا حبيبي من زمان. طبعا هيام يونس لديها اتصال بالفن اليمني كثير، بس بعدد من الأغاني. أي طبعا عدد من الأغاني التي غنتها لفنانين يمنيين من ضمنهم طبعا محمد سعد عبد الله وآخرين. من التواصل الآخر الذي قلنا من التواصل مع الفنانين الآخرين ليس إعادة أغاني، إنما هو في بعض الأغاني كان يكتبها هو لكن لا يغنيها بل يغنوها آخرون. من أغنية التقينا فين، هذه من كلماته. نعم. التقينا فين وشفتك فين وفين جلسنا سوا يا زين، ذكرني فين شفتك يا زين وقابلتك، ولا تقول لي التقينا فين. هذه الأغنية غناها الفنان محمد صالح الزاني، وهي طبعا لحنها آخرون أيضا، لحنها فيصل عبد العزيز حمود واحد من غير المشهورين يعني. هذه كلمات فين التقينا وشفتك فين، فين التقينا وشفتك فين، وفين جلسنا سوا يا زين، فين التقينا وشفتك فين، وفين جلسنا سوا يا زين، ذكرني فين شفتك وفين قابلتك، ذكرني فين شفتك يا زين وقابلتك، بالله تقول لي التقينا فين، التقينا فين، التقينا فين، التقينا فين، التقينا فين، التقينا فين. ومن محور إلى محور نتنقل وما زلنا مع الفنان الراحل محمد سعد عبد الله، وندخل إلى محور في غاية الأهمية ولا بد من طرقه كما طرقناه مع فنانين آخرين، وهو الأغنية الوطنية في حياة الفنان محمد سعد عبد الله. ماذا قدم هذا الفنان الكبير في مجال الأغنية الوطنية على وجه التحديد يعني؟
احنا اتفقنا في البدايات في ضمن البرنامج ان من يقدم العاطفيات يقدم الوطنيات، كانه الانفصام كامل تلقائي ايضا. كامل تلقائي. نعم. صحيح. محمد سعد الله كفنان متاثر بما يجري في بلده في اليمن سواء في الشمال او بالجنوب. نعم. فبعد ثوره سبتمبر قدم اغنيه بلاد الثائرين. بلاد الثائرين هذه من كلماته والحانه وجميله طبعا ابياتها. يقول: اوعدك اني اعيش العمر مخلص لك امين، انت يلي تستحقي كل حبي والحنين. نعم. مسكنك في وسط قلبي وانت في عين اليمين، يا بلادي يا بلادي يا بلاد الثائرين. وهذا على فكرة من الأناشيد الوطنية الجميلة والرائعة والمعبرة حقيقة يعني. أيوة نعم. تذكرنا بأناشيد أيوب. بلادي بلادي بلاد اليمن، أحييك يا موطني مدى الزمن. لا أعتقد أن النفس، تجد أن النفس واحد بين الفنانين اليمنيين. نعم. يا حياتي صدقينا لما أقول إنك حياتي، يلي ذرة من ترابي عندي أغلى من حياتي. يا حياتي صدقينا لما أقول إنك حياتي، يلي ذرة من ترابي عندي أغلى من حياتي. يا وجود يلي من غيرك أنا ما أقدرش أعيش. يا وجود يلي من غيرك أنا ما أقدرش أعيش. لك في قلبي حب غالي، لك في قلبي حب غالي للأبد ما ينتهي. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلاد الثائرين. ليست هذه فقط، ولدي أيضا أغنية أخرى، أغنية أنا شعب ثائر. أنا شعب ثائر يا زمن، اسأل علي يا زمن، اسأل وشاور، اسأل على شعب يتحدث صعب ولا يخشى المخاطر. هكذا. وكلها على فكرة هذا من كلماته يعني. من كلماته. نعم. كلماته وألحانه وغناؤه هو يعني. وغناؤه. نعم. أنا يا زمن يا زمن يا زمن، أنا يا زمن نجمة نجمة أضاءت وجه السبتمبر. أنا يا زمن زهرة زهرة تزين صدر أكتوبر. أنا يا زمن يا زمن يا زمن، أنا يا زمن نجمة نجمة أضاءت وجه السبتمبر. أنا يا زمن زهرة زهرة تزين صدر أكتوبر. أنا يا زمن بسمة أمل على ثغر نوفمبر. أنا يا زمن أوسان، أنا قتبان وأنا حمير. أنا أصلي شعب يتحدى الصعب ولا يخشى المخاطر، والناس مخابر يا زمن، الناس مخابر، والناس مخابر يا زمن، الناس مخابر. شعبي ثائر يا زمن، أنا شعبي ثائر، أنا شعبي ثائر يا زمن، أنا شعبي ثائر. واسأل عليا يا زمن، اسأل وشاور، واسأل عليا يا زمن، اسأل وشاور. اسأل على الشعب يتحدى الصعب ولا يخشى المخاطر، والناس مخابر يا زمن، الناس مخابر، والناس مخابر يا زمن، الناس مخابر. لا ينفصل الشاعر عن أرضه،
لا ينفصل الشاعر عن الأحداث السياسية التي تدور حوله، بالذات الأحداث المهمة يعني. أعتقد حدث الاستقلال والتحرر وقيام ثورة سبتمبر وأكتوبر كانت حاضرة في أذهانه. أيوة نعم، يعني هذه من القصائد، هذه من الأحداث التي لا يمكن تمر مرور الكرام عند فنان حساس، فنان مثل محمد سعد عبد الله الشاعر والملحن والفنان المغني. والشاعر هو مرآة لمجتمعه. طيب عندما نسير تاريخيا ونتعدى ثورتي سبتمبر وأكتوبر لندخل في موضوع الوحدة. قبل الوحدة لدينا أيضا على الاستقلال. الاستقلال لدي أغنية جميلة، يوم النصر. نعم. يوم النصر هذه جميلة جدا يعني، حتى أعبر فيها عن أماكن الجغرافية. يقول من أبياتها: الله الله على يوم النصر وعلم النصر رفرف في علا شمسان. لاحظ لفظ شمسان يذكرنا بمحمد مرشد ناجي هنا ردفان، وهنا يتكلم عن شمسان وشمسان وردفان وغيرها وعيبان من الرموز الجميلة للثورة اليمنية، الثورة اليمنية في كل مكان كمنبع لهذه الثورات. نعم. صحيح. الله على يوم النصر وعلم النصر رفرف في علا شمسان. الله 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 إشباح الشعب انتصر الشعب ضد ضرب الثويات. الله 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 على شعب البطل الجبار بالعملاء والاستعمار. الله على شعب البطل الجبار بالعملاء والاستعمار. الله 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 على يوم النصر. الله الله. لو ذهبنا إلى باب الوحدة، طبعا الوحدة هي نتاج طبيعي لهذه الثورات. كل الثورات اليمنية الحقيقية، سبتمبر وأكتوبر والاستقلال في 30 نوفمبر، كلها تصب في مجرى تحقيق الوحدة. مجرى تحقيق الوحدة. صحيح، وكانت من الأهداف السامية لهاتين الثورتين، يعني سواء في الشمال وفي الجنوب. نعم. فقدم لها قصيدة مشهورة جدا: وحدويون. وحدويين أو وحدويون. وحدويين ولا في مجتمعنا شاذ ولا فينا انفصال. وحدويون ولا هذا جنوبي عاد ولا هذا شمالي. كلمات جميلة طبعا لما تسمعها مغنى يعني غناها بروح المتوقدة الوحدوية التي لا تنفصل عن روح أي شاعر أو فنان أو أي مواطن، حتى لو لم يكن فنانا. صحيح. يعني مش شرط نجيب أن يكون فنان حتى يغني الوحدة، إنما احنا نتحدث عن الفنان الآن. فهو هنا يندمج المواطن الثائر مع الفنان في لحظة واحدة ليخرج لنا هذه كما سنسمعها مع عبد الرحمن الحدث في قابل الأيام، كما سمعناها مع محمد مرشد ناجي وآخرين. فهكذا يعني. إذن وحدويون ولا في مجتمعنا شاذ ولا فينا انفصالي. أيوه. وحدويون ولا هذا جنوبي عاد ولا هذا شمالي. بات يحضننا وطن وحدوي اسمه اليمن. الله. كذا يعني. كلام جميل. طبعا كلماته مناسبة، يعني كلمات والحان محمد سعد عبد الله. نعم. وقدمها تقريبا في ما بعد منتصف التسعينات، في هذه الحدود استمعنا إليها. وحدويين ولا في مجتمعنا شاذ ولا فينا انفصال. وحدويين ولا هذا جنوبي عاد ولا هذا شمالي. وحدويين ولا في مجتمعنا شاذ ولا فينا انفصال. وحدويين ولا هذا جنوبي عاد ولا هذا شمالي. بات يحضننا وطن وحدوي اسمه اليمن. يحضننا وطن وحدوي اسمه اليمن. يحضننا وطن وحدوي اسمه اليمن. بات يحضننا وطن وحدوي اسمه اليمن. يحضننا وطن وحدوي اسمه اليمن. يحضننا وطن وحدوي اسمه اليمن. رفرفي يا راية الوحدة تملي في العلالي تملي
في العلالي عالوحدوي عالوحدوي. وأظن أن هذه الأغنية هي آخر ما قدم من الأغاني. نعم. من الأغاني في منتصف التسعينات. وكان الختام في أغنية الوحدة التي ختام لمسيرته الفنية الكبيرة والرائدة، فكان ختاما جميلا أنه كان الثائر وكان الفنان وكان العاطفة فيختم بالوحدة. جميل، وكأنها توصية إلى أهمية التمسك بهذا الهدف الجميل والنبيل يعني. ومن الأغاني التي تتحدث عن الوحدة له أغنية تم الفرح. تم الفرح والله تم بين الأخ وابن العم وهكذا، فيها السجع جميل يعني. طبعا لا تنفصل عن الأغنية السابقة عن الأغاني. الفنان محمد سعد عبد الله هذا الفنان الكبير الذي قدم العاطفة اليمنية، عاطفة الأرض وعاطفة الشعب وعاطفة المرأة والحب وغيرها. فكان هذا النمط في أغاني مميزا، سواء كان الحديث عن الوحدة أو الحديث عن المرأة. نعم. فلا انفصال في الأخير، لأنه هو المواطن، هو الإنسان البسيط الذي يقدم الشيء جميل. تم الفرح والله تم بين الأخ وابن العم. تم الفرح والله تم بين الأخ وابن العم. واصبحنا يا من واحد والشمل اجتمع والتم. تم الفرح والله تم بين الأخ وابن العم. تم الفرح والله تم بين الأخ وابن العم. واصبحنا يا من واحد والشمل اجتمع والتم. من شمسة لصعدة غنى الشعب للوحدة. شمسة لصعدة غنى الشعب للوحدة. من شمسة لصعدة غنى الشعب للوحدة. لصعدة غنى الشعب للوحدة. تسلم وحدتي وانت يا شعب اليمن تسلم. فرحي والله تم. طيب أستاذ عبد الحفيظ، سنحط الرحال عند نهاية هذه المسيرة الفنية للراحل محمد سعد عبد الله. هل بالإمكان أن تعطينا تفاصيل حول هذه النهاية؟ محمد سعد عبد الله بعد مسيرة العمر الطويل طبعا قد في آخر أيامه أصيب بالمرض. نعم. وظل معاناة طويلة مع المرض حتى رفض أنفاسه في 16 إبريل عام 2000 ميلادية في عدن، في مستشفى اليومي بعدن. لكن إن رحل الجسد فقد بقي التراث الفني الرائد الذي وهناك أثر طيب حقيقة لهذا نعم الفنان الذي يعني. ظل في أذهان المستمعين اليمنيين في كل مكان. ظل اسم محمد سعد عبد الله اسما يتردد كثيرا. صحيح. وسيتردد كثيرا وجامعا لكل أبناء اليمن. وجامعا كل أبناء اليمن بقدر المدرسة التجديدية التي قدمها في فنه الشعري. نعم. الدولة اليمنية كرمت هذا الرجل بإطلاق اسمه على الشارع الممتد من أمام مكتب بريد الشيخ عثمان. نعم. مرورا بملاهي عدن وانتهاء بالطريق العام المؤدي إلى مديرية دار سعد. صار اسمه شارع الفنان محمد سعد عبد الله. نعم. البقاء الأكبر ليس بالشارع. الشارع قد تتغير الظروف ويتغير اسمه المعتاد، لكن البقاء ما ظل في أذهان المستمعين والمتأثرين بفن محمد سعد عبد الله. ذكرني ببيت شعري لأمير شعراء أحمد شوقي يقول: انتصل أين قبور العظماء فعلى الأفواه أو في الأنفس. يا سلام. هذا هو قبور العظماء الحقيقي، وهذا الكنز الحقيقي للعظماء يعني. نعم. طيب أستاذ عبد الحفيظ، كخاتمة وكما اعتدنا أن نعطيك مجالا لكي تعطر أسماعنا باختيار معين لأغنية لهذا الفنان، ونحن في حلقة الفنان محمد سعد عبد الله، ما الأغنية التي تحب أن نختم بها هذه المسيرة الرائعة له؟ إن كان من أغنية كما التراث محمد سعد عبد الله كبير وثري، التي قد ذكرناها خلاص يعني مرت، إنما هناك أغنية جميلة. هذه الأغنية من كلمات آخرين ليس من كلماته. نعم. إنما غناها هو يعني وأداها جميل.
غنى على نيف البواسق. فأعتقد هذه الختام الجميل كثير مميز حقيقة، يعني أغنية جميلة ورائعة. إذا مستمعينا الكرام، انتهت رحلتنا في السيرة الفنية للراحل محمد سعد عبد الله. وقبل أن نستمع إلى هذه الأغنية المختارة من الباحث في الشأن الثقافي اليمني الأستاذ عبد الحفيظ العمري، أغنية على نيف البواسق، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل بإذن الله أن نلقاكم في حلقة قادمة ومع نجم آخر من نجوم الأغنية اليمنية. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنى على نايف البواسق مطوقون في دجى الظلام وذكر العاشق المفارق عن جيرة الرند والخزم. قدمنا لكم محل ما يعجبك مسكنك داخل الروح، يا راعي بالجبل شويتك ممشوق القوام. هجرني حبيبي هجرني مظلوم معك ظالم كاني بحبك قد كان طبعك هنا وليش غيرته. أنغام يمانية.